هو مش يمكن لو جربت اطلع بعرف؟ يا مراحب يا مراحب بيكوا يا 300 ألف أهلا وسهلا. الجملة الحزلقومية اللي اتقالت وكانت حكمة الحقيقة هو إن فعلا البني آدم أما بيجرب بيعرف حاجات هو ما كانش يعرفها قبل كده. طبعا انا مش بتكلم اللي هو تركب عربيه وتدوس بنزين وزي ما تيجي تيجي، يعني مش بتكلم اللي هو ترمي نفسك في النيل وانت ما بتعرفش تعوم يمكن تطلع تعرف، يعني ما تخاطرش قوي كده، يعني خلينا ايه. والله هي المخاطره حلوه بس يعني ايه، خلينا يبقى في برضو شيء من الايه، من العقل والمنطق. ساعات البني ادم بيبقى عارف مثلا عن نفسه حاجه هي مش حقيقيه. هو مثلا واخد عن نفسه اللي انا شخص مثلا شاي او شخص خجول وما بحبش اتكلم مع الناس والكلام ده كله، ويبص يلاقي نفسه متحدث لابق جدا وكلامه شخص كده ديسنت كده وكلامه مرتب وبتاع. بيعرف ده امتى بقى؟ اما فجأة مثلا كده يخش كلية ويتجبر ان هو يعمل برزنتيشن مثلا، فيكتشف اللي هو ايه الجمال ده ما بيتكلم بيسكت كل الناس، مع انه ما كانش عارف وكان خايف. بس عرف امتى؟ اما جرب. ممكن مثلا يكون حد مقتنع ان انا صوتي وحش او مش صوتي مثلا زي المغنيين اللي بنسمعهم، بس لما بيجرب مثلا ويغني كده بكل ثقه لاصحابه ولا لاهله بيكتشف مثلا ان صوته فيه بحه حلوه، يعني تحس كده ان هو فيه بذره حلوه ممكن يشتغل عليها ويطورها. وقيس على ده بقى حاجات كتير، ودي بقى امثله من هنا للصبح. ساعات خوفنا من التجربه بيحرمنا متعه اللي احنا نعرف عن نفسنا حاجه جديده او نغير حاجه احنا كنا فاهمينها غلط عن نفسنا. ساعات التجربة بتكشف لنا كده حاجة جديدة، بتورينا كده جزء احنا عمرنا ما كنا هنشوفه لو ما كناش جربنا. واخيرا ربنا ينصر فلسطين والسودان وكل المستضعفين والمظلومين في الارض.